ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض سلطة البابا غنوج الفظيعة دي. سلطة البابا غنوج بتليق جنب المشويات او الاسماك او حتى كده صيامي بعيش في الصيام يعني. هي بتتاكل جنب اي حاجة ومع اي حاجة. جميلة جدا جدا وطبعا مغذية جدا لان البدنجان او البتنجان فيه حديد زي ما احنا عارفين. تعالوا بقى اقول لكم احلى سلطة بابا غنوج بتتعمل ازاي. هتجيبي عدد البتنجان اللي انت عايزاه، واحدة اتنين نص كيلو كيلو براحتك. دي كانت كيلو الا ربع، يعني الواحدة دي كانت كبيرة شوية، كانت كيلو الا ربع او حوالي 700 جرام كده بالظبط. فطبعا انا في اليوم ده عملتها كده ايه لوحدها عشان اوريكم انا بعمل ازاي السلطة. بمسك سكينة وبفضل اعمل فيها فتحات. تمام. ايه بقى فايدة ان انا اعمل فيها فتحات؟ دي بتسرع سوى البتنجان، خاصة ان هي حجمها كبير بتسرع السوى وبتخليها تستوي بشكل كويس جدا. اول ما بعمل فيها فتحات، انت بقى قدامك طريقتين: تسويها في طاسة او في اي حاجة من على النار من فوق، او تدخليها الفرن. انا النهاردة هسويها على النار من فوق في صينية. صينية بقى عندك تيفال ألمونيوم جرانيت أي نوع صينية عندك، ببدأ إن أنا أشغل النار اللي في النص دي اللي هي أكبر واحدة، وبوطي النار على أهدى درجة حرارة، وبفضل كده أقلب في البتنجان يمين وشمال يمين وشمال كل 5 دقايق كده مثلا. بحيث الحتة أو الجزء اللي أنا أحس إن هو طرى منه، أبدأ طبعًا أعرف إن الجزء ده بدأ إن هو يستوي معايا أو يطرى معايا، وأقلِّب على الجنب التاني، بافضل أقلِّب فيها كده يمين وشمال، يمين وشمال كل 5 دقايق كده مثلًا. زي ما أنتم شايفين إن في أجزاء منها طرت، يعني بُصّوا دخلت كده لجوّه وبدأت إن هي تطرى وتدخل في مرحلة السِوَى. بافضل برضه أقلِّب فيها أنا، يعني رايحة جاية كده باقلِّب فيها كل دقيقتين 3 أقلِّبها على الجنب اللي جامد أوي اللي لسه صلب فيها. هنا كانت خلاص طرت كلها أو استوت كلها والقاعدة بتاعتها أو البتنجانة من تحت لسه، فوقفتها كده زي ما انتوا شايفين. القصد يعني من الفيديو ده إن أي جزء تلاقيه صلب فيه افضلي قلبي فيها لحد ما تستوى. وطبعا برضو الجزء اللي تحت ده اوعي تنسيه ووقفيها كده برضو. هي هنا كانت استوت خالص، هبدأ ان انا كده وهي سخنة اشيل القشرة من عليها، بحيث اقشرها واقطعها. وطبعا لو عايزة تستني عليها كده لحد ما تهدى او تبرد مفيش اي مشكلة خالص، بس انا طبعا حبيت اقطعها وهي سخنة. طبعًا بقى لو عندِك كَبّة أو مُحضّر طعام أو أي حاجة تقدري إن أنتِ تفرمي فيها البتنجان، اعملي كده. أنا عندي الكَبّة خلاص. الكَبّة بتاعتي طبعًا ما هياش كبيرة أوي أو حجمها ما هواش كبير، فهاحط الكمية دي طبعًا زي ما باقول لكم البتنجانة كبيرة على مرتين. هاحط هنا معلقة طحينة، معلقة كبيرة طحينة، هاحط كمان حوالي معلقتين خل، وكمان معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقتين كبار من أي نوع زيت عندِك. أنا عندي زيت زيتون حطيت منه، لكن لو أي زيت نباتي عندِك ما فيش أي مشكلة حطي. معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وطبعًا الهريسة اللي أنا قارفاكم بيها في كل فيديو هاحط لكم اللينك تحت، باحطها في كل حاجة. هاحط منها معلقة صغيرة، وهاحط عصير ليمونة كاملة. خلاص، زي ما أنتم شايفين كده. وهابدأ إن أنا أقفل بقى الكبة وأضرب كل المكونات دي سوا شوية، يعني بحيث إنه يعني إيه الخل مع الطحينة مع كل المكونات اللي اتحطت تبدأ تمتزج كويس جدًا. هابدأ بقى أحط نُص كمية البتنجان اللي أنا مقطعاها، لإن زي ما باقول لكم الكبة بتاعتي مش بتاخد كمية كبيرة يعني، والبتنجانة هنا زي ما باقول لكم كانت كبيرة فما كانتش هتنفع تتحط كلها، هاحط نُص الكمية كده. خلاص. وبعدين هابدأ إن أنا أضربها وأنعّمها كويس جدًا، جدًا، جدًا. في وسط ما هي كده إيه بتتنعّم أو بعد ما تتنعّم وتبقى جاهزة، هادوقها لو محتاجة ملح هاحط ملح. لكن هي كانت مضبوطة جدًا. وهنا بقى بعد ما خلّصت كمية البتنجان بتاعتي كلّها، عايزة أقول لكم جميلة جدًا، زي ما أنتم شايفين شكلها يفتح النِفس، جنب بقى مشويات، أسماك، بعيش، جنب أي حاجة هي حلوة جدًا. عايزة كمان أقول لكم إنِّك لو عاملاها جنب سمك حطّي فيها كده عودين شبت وهي بتتضرب في الكبة. عودين شبت بتبقى حلوة جدًا جنب أي أسماك. مش عايزة تحطّي شبت ما فيش أي مشكلة، لكن أنا بافضّل لو أنا مثلًا عاملاها لسمك أحط فيها شبت. بس دي بقى طريقة البابا غنوج، طريقة سهلة وجميلة جدًا، مكوناتها ما هياش كتير، بس بتطلّع لِك طعم مش قادرة أقول لِك. جرّبيها بقى وقولي لي. وعايزة أقول لكم وحشتوني جدًا من الفيديو اللي فات، أنا كنت تعبانة كده بقى لي كام يوم،
وبس. وأول ما بدأت أتحسّن قُلت لازم بقى إيه، أصوّر لكم فيديو. زي ما أنتم بقى شايفين البابا غنوج جميل إزاي. عايزة أقول لِك بقى فطار، صيام، هو شغال دايمًا يعني. حلو أوي، هيعجبِك جدًا. لو عجبِك الفيديو اعملي لي لايك وسبسكرايب وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك إشعار بكل فيديو جديد أنا بانزّله. باحبكم أوي، استنوني في فيديو جديد.